وعودة لفيديوهات الأكل، بس المرة دي مش دايت ولا وصفات. كنت بصراحة امبارح ناوية أنزل فيديو عن آخر نظام عملته، قد إيه كنت مبهورة بيه، وقد إيه كانت نتايجه رهيبة، ونزلت في خلال شهر ونص حوالي 10 كيلو، وكذا مشكلة صحية عندي اتحلت بدون أي أدوية. بس في المقابل زيه زي أي نظام قاسي، بمجرد ما بتطلعي منه بيحصل لك بقى مضاعفات رهيبة بتخليكي يعني تكرهي اليوم اللي عملتي فيه دايت ولا اليوم اللي خسيتي فيه. هو كان نظام علاجي صحيح، يعني مش نظام دايت، بس انا اللي حسيت منه ان انا خسيت بطريقه رهيبه، وما كنتش حاسه بتعب وانا بنزل في ده، وفي نفس الوقت اتعالجت مشاكل كتير عندي صحيه زي الفايبرومالجيا، زي الفروزن شولدر او الكتف المتجمد، اللي حرفيا بقالي 4 سنين بلف على دكاتره كتير وما لقيتش اي علاج عند اي حد. ومشكله الجيوب الانفيه دي كانت بالنسبة لي مفاجأة إنها اتحلت تماما من غير بقى لا أدوية ولا بخاخات ولا بخار مية ولا أي كلام من الكلام ده كله. كنت لسه امبارح بحضر فيديو وهحكي بقى فيه التجربة، وإن الدايت ده قد إيه فظيع وقد إيه حلو جدا. بس سبحان الله معرفش إيه اللي حصل، ولقيت نفسي مرة واحدة مسحت الفيديو وما نزلتوش. وفي نفس الوقت يعني شوية وعلى بالليل جالي ألم رهيب في معدتي، في مكان اللي هو أسفل الصدر بالظبط، وجع حرفيا كنت بعيط منه، عامل زي حسين بقى لافف بقى من المنطقه بتاعه المعده دي لحد ورا، مسمع في ظهري. الم مش قادره احكي لكم، كأن حد جايب خنجر وضربه في الحته دي طلع من ظهري. الم رهيب، ولاني كنت مرعوبه من الالم ده بعت للشات جي بي تي اسال الاعراض دي ايه، انا عارفه ايه المشكله. كنت عارفه ان شات جي بي تي كالعاده هيطمني يعني، وان الموضوع سهل واعملي كذا اشربي كذا. لقيت مره واحده شات جي بي تي بيتحول عليا بيقول لي انزلي فورا روحي لاي طوارئ جنبك، ما تسكتيش، الموضوع ما يتسكتش عليه. اول مره شات جي بي تي يعمل كده، يعني دايما في العادي بيحسسني ان الحياه فل. فكلمت بنتي بقول لها المكان اللي ده ايه، بنتي بتدرس في كليه الطب، فبتقول لي المكان اللي انت بتشاوري عليه ده مكان البنكرياس. فانا طبعا اتخضيت، يعني أنا عمري ما جالي مشكله في البنكرياس. طب ايه اللي حصل بتاعه؟ برضو طبعا لا سمعت من بنتي ولا سمعت من شات جي بي تي، وكلمت الصيدلي ان انا باخد منه الادويه تحت في البيت. قلت له ايه الاعراض والدنيا، قال لي ده التهاب في جدار المعده. كتب لي على دوايين وقال لي كل اليومين دول مسلوق، تجنبي الدهون تماما، تجنبي اي حاجه فيها بهارات، وخلي ماشي على زبادي مسلوق، الكلام ده اليومين دول لحد بس ما ايه الدنيا تروق. وبالفعل النهارده سلقت بطاطسايه، وقلت هاكل بس واحدتين من الكفته اللي هي معموله في الاير فراير دي، وجنبها معلقتين زبادي. وان شاء الله بس كده اروق وهعمل لكم فيديو احكي لكم بقى عن كل انواع الدايت اللي عملتها من طقطق لسلام عليكم بالزيت. فيديو مخصوص لاخر دايت ده، لان هو عليه جدل كتير اليومين دول بالذات، فهكلمكم عن